يلا نعمل ملوخية بعرق، وهقولك ازاي يطلع عرق جميل جميل، احلى من المطاعم بكتير، من حاجة بترميها وبعد كده مش هترميها تاني ابدا. هاتي كيلو ملوخية، اغسليه كويس وقطفيه. هقولك بقى واحنا بنقطفه هناخد الزهرة كلها، الورقة زي ما انت شايفة كده على بعضها، مش هاخد ورقة ورقة زي ما انا واخداها وردة كده من تحت، هتاخديها. العروق دي هي اللي هتعمل لك عرق معاكي جميل جدا للملوخية، وهتدعي لي وهتعجبك جدا. بعد كده هنغسلها، طبعا هنقطفها ونغسلها، ومش هننشف بقى ولا نعمل حاجة، وهنجيب كوباية شوربة. عندك شوربة عندك مية اللي انت هتحبي تعملي بيه، انا عندي شوربة فهعمل بالشوربة. هحط كوبايتين شوربة، كوباية في الاول في الخلاط وكوباية بعد ما احط الملوخية، وابتدي اديها لفتين في الخلاط زي ما انتوا شايفين كده. ونشغل الخلاط بتاعنا وهو شغال ابتدي انزل في الملوخية. هتطلع معاكي ملوخية في منتهى الجمال، عرق مفيش بعد كده، وهيجيب معاكي من السقف لحد الارض. لو انت عايزاه يعني يفضل يطول يطول كده. الزهرة دي، العروق دي اللي انا بقولك عليها ما ترميهاش، هي اللي هتديكي عرق ممتاز جدا للملوخية. هنلفها بس لفتين وتطلع جميلة معانا. شايفين قوامها حلو ازاي؟ طبعا الملوخية وتقلها ده بيعتمد على انت بتحبي ايه، بتحبيها تقيلة قوي وسط، اللي انت عايزاها تعمليه. انا بعمل على الكيلو الملوخية بحط عليه 4 كوبايات شوربة، وهنحط معلقة صغيرة من التوم المفروم، او انت بندق راس توم كبيرة وناخد منها معلقة صغيرة. وبعد كده هتجيبي معلقة زبدة كبيرة وهنحطها في الطاسة تسيح. هننزل عليها معلقة كبيرة من التوم المفروم او بقية راس التوم اللي احنا دقيناها، وهحط عليها معلقة كبيرة من الكزبرة وممكن رشة من الكمون، ونسيبها كده اما يبقى لونها ذهبي، مش هتاخد معانا نص دقيقة. ونحط الملوخية بتاعتنا على النار علشان تبتدي تغلي معانا. قبل ما تغلي اطفي عليها، يعني يا دوبك هتبص تلاقيها بقللت كده وهتيجي تقلب، تروحي برضو طافية عليها عشان تحتفظي بالقوام بتاعها وباللون بتاعها. الملوخية لما بتغلي كتير قوي على النار بتفقد لونها. وننزل بالتشة الجميلة بتاعتنا والريحة جنان وحاجة مفيش بعد كده. وحطي مغرفة صغيرة في قلب الطاسة عشان ننزل التقلية اللي موجودة في الطاسة. ما تنسيش بقى ان لو عجبك الفيديو ما تنسيش اللايك والشير والاشتراك ومتابعة للقناة، وجربوا الطريقة دي هتدعولي. شايفين السمك بتاعها جميل والعرق بتاعها في منتهى الجمال ولونها حلو قوي. وهتقلبيها قلبتين كده، يعني تاخديها من الطاسة للحلة ومن الحلة للطاسة علشان تعملي عرق ليها. ومديانا كمية كبيرة وكمية حلوة، وفرنا وقت ووفرنا مجهود. طبعا انا عملت الرز وجبت قالب اهو، الناس كلها بتعملها مدورة، انا قلت اغير لكم الشكل، والناس كلها بتحط طبق واحد في النص، انا حطيت لكم 2 عشان اللي عنده عدد اكبر. وهتبتدي تنزلي الرز وتعملي بقى حبة بتنجان مخلل واكلة مفيش بعد كده. ونقلب القالب الجميل او الصينية الجميلة دي، وتدينا شكل حلو قوي للتقديم، وتاكلوا كده وانتوا نفسكم مفتوحة. شايفين شكله جميل وحلو ازاي؟ الناس كلها تعمل بعين وانا هعمل بعينين، ايه رأيكم؟ شايفين قوامها حلو ولونها في منتهى الجمال. ما تنسوش بقى لو عجبكم الفيديو ما تنسوش اللايك والشير والاشتراك.